حاجة واحدة بس لو عملتيها مطلبك من ربنا هيتحقق، حتى لو ما دعيتيش بيها، حتى لو ما دعيتيش بيها. ودعوتك اللي ما اتحققتش من زمان هتتحقق، امنيتك اللي ما اتحققتش من زمان امنيتك هتتحقق، حلمك هيتحقق، هدفك هتوصلي له. كل حاجة بإذن الله حلوة عايزة توصلي لها وبتدعي ربنا بيها، اعملي بس الحاجة دي وادعي لي. يقول الله عز وجل في حديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وفي رواية تاني: أضعاف ما أعطي السائلين. يعني إيه من شغله ذكري؟ زي ذكر الله بقى. طبعا ربنا بيقول في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى أول حاجة يا جميلة هتطمني قلبك، هتريحي بالك، هتلاقي نفسك كده متزنة في أمان وسلام نفسي. أذكار كتير، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، دايما شغلة نفسك بالأذكار دي. يعني واحدة مثلا بتدعي: يا رب حقق لي، يا رب أنا عايزة، يا رب أنا محتاجة، يا رب كذا، يا رب كذا، يا رب كذا. وواحدة تاني دايما مرتب لسانها بذكر الله: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. دايما بتقرأ قرآن، هيديها مطلبها. قال ربكم ادعوني استجب لكم. تمام. انما بقى اللي دايما تذكر ربنا: اعطيته افضل مما اعطي السائلين. يعني دايما بتثني على رب: ودود، يا عليم، يا غني، يا كريم، يا عفو، يا واسع، يا غني، يا كريم، يا لطيف، يا ذو الفضل، يا الله. شغله لسانها بذكر الله: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا قادر ومقتدر، قادر يحقق لك كل حاجه انت عايزاها، بس انتي خليكي معاه. يعني ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى قبل اي حاجه. واحده مثلا دايما تقول لها: يا ماما انا عايزه، يا ماما هاتيلي، يا ماما جيبيلي، عايزه فلوس، عايزه لبس، عايزه مش عارفه ايه، عايزه. اختها التانية بقى بتلبي كل الطلبات اللي ماما بتقول لها عليها، بتسمع كلامها، بتعمل اللي يرضيها، بتعمل اللي هي بتقول لها عليه، مش بترفض لها اي طلب. تخيلي كده الام دي لما تكون حاجة حلوة عايزة تعملها، هتعملها بطريقة افضل لمين؟ للي دايما عايزة يا ماما، ولا للي بتسمع كلامها وهادية وما بترفض لهاش طلب؟ اكيد هتدي للهادية الجميلة اللي بتسمع الكلام وما بترفضش طلب ومش بتقول لها هاتي، دي هتدي لها افضل ما عندها. ولله المثل الاعلى. طبعا شوف ربنا طبعا يعني احن من الام واكرم واغنى واجمل، وربنا كده اللهم لك الحمد يا ربي على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك على كل نعمة انعمت بها علينا. يعني دايما حطي في دماغك الآية اللي هي: وهو معكم اينما كنتم. كل حاجة في حياتك، حتى لو قدامك مثلا أكلة وكده، ما تفكرش الله الأكل جميل طعمه حلو سخن وجميل مش عارفة ايه، لا، خليكي فكري بتدبر. الله دايما تذكر ربنا وتتذكري دايما نعم ربنا عليكي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على الاكل الجميل ده اللي انت سخرت لي ناس تزرع كذا وكذا وكذا عشان يطلع في الاخر اكل جميل ليا. انك سخرت لي الفراخ، يعني سخرت لنا البهائم والحاجات دي، بناخد منها لبن وبناخد منها لحم وبناخد منها فرو وبنستفيد منها بحاجات كتير. اللهم لك الحمد يا رب انك سخرتنا كل النعم دي. ناس عايشه في نعم كبيره بس مش متذكره نعم ربنا عليها. مثلا ابسط حاجه خالص، يعني مثلا واحده مثلا ماشيه على عصايه، او مثلا بتغسل كلى او ايا كان، انت دايما بقى خليك متذكر ربنا، دايما متذكر ربنا. اللهم لك الحمد يا شكور يا ذو الفضل يا الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، فضل كبير قوي ربنا عطاهولي، الحمد لله الذي عافاني. تحمد ربنا ان انت بتمشي وبتتحركي وبتروحي وبتيجي وبتسمعي وبتشوفي، ومش بتروحي تغسلي كلى وقلبك شغال حلو الحمد لله، ما فيش دعاء، ما فيش اي حاجه من الامراض. اللهم لك الحمد. حتى لو فيكي حاجه، يعني في ناس ما فيش خالص، في ناس عايشه على الاكسجين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: خير ما قلت انا والنبيين من قبلي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شفتي؟ ما دعاش، ده ذكر، ده ذكر، ده مش دعاء. يعني الحاجة دي تغفر لك بها ذنوبك ويحقق لك بها كل أمنيات، يوصلك لكل حلم انت عايزاه. بس خليكي مع ربنا وتلاقي الأبواب بتفتح لك، ربنا بيسخر لك ناس كده تساعدك في كل حاجة عايزة تعمليها. ربنا بيفتح لك كده ويديك أفكار في دماغك تعمليها وتنفذيها، وتلاقيكي بفضل الله حاجة تانية خالص، تلاقيكي بتتغيري كده وبتطوري من نفسك. يا عليم تلاقي نفسك اتعلمتي اكتر، يا كريم تلاقي ربنا كرمك اكتر، يا غنية تلاقي ربنا اغناكي اكتر. تمام؟ فدايما نداوم على ذكر الله، اذكار الصباح والمساء، اذكار النوم، اذكار ما بعد الصلاة، كل ده ذكر الله. القرآن. اقول لك على حاجة، يعني حد اخترع عربية، صنع عربية، بشر طبعا صنع عربية. العربية دي بقى لو اديها الواحد اللي هو المالك اللي هو اشترى العربية دي، خدها فضل بقى شغالة عليها بقى، ولا كل ما تبوظ يصلحها، ولا مثلا العجلة بتاعتها تبوظ يجي يصلح فيها حاجة، ولا في موتور فيها يبوظ يعمله، لا يفضل مستني وسايبها لحد ما تجيب اخرها. شوفي هي العربية بشكلها عامل ازاي. اما يبال بقى واحد كل ما حاجة خدشه بس في العربية يروح يوديها لصناع العربية يظبطها، اي حاجة بسيطة فيها، لا مش مستني، بيجري على طول على صناعها يظبطها، فتلاقيها دايما ماشية تمام ومظبوطة وحلوة ومفيش حاجة بايظة. هي زي كده بالظبط. احنا ربنا خلقنا، فدايما نروح له نصلح العيب والغلط اللي احنا بوظناه واللي عملناه في نفسنا، نروح لربنا يصلحه لنا. دايما في صفحة جديدة مع ربنا، دايما بنرجع للي خلقنا تاني، بنرجع للأصل، بنروح لربنا تاني ينظفنا من الذنوب ومن المعاصي، من الحاجات اللي احنا بنعملها في نفسنا. ما هو فعلا ربنا بيقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي حاجة غلط فيك أو أي مشكلة تحصل لك من نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. في آية كمان بتقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني حتى المشكلة اللي انت فيها دي، ده انت تستاهلي أكتر من كده كمان، بس كمان ربنا بيعفو عن كتير. يعني ربنا عطى لكل واحد، يعني ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من ذنب. لو كل واحد هيعمل غلط وهيتحاسب عليه فورا في الغلط ده، ما كانش بقى فيه حاجة خلاص، يعني ما كانش بقى فيه يعني. تمام؟ إنما ربنا عفو غفور رؤوف رحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعي ربنا والثناء عليه قبل ما تدعي بأي مطلب انت عايزاه. لا، اثني على ربنا الأول، اثني عليه يا كريم يا ودود يا لطيف يا غني يا ذو الفضل. من كل اسم من أسماء الله يبقى ليكي فيه نصيب. تمام؟ يا رب يكون الحلقة عجبتكم. لو عجبك ما تنسيش لايك واشتراك لو أول مرة تشوفيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.